النهاردة حلقتنا عن مباراة الأهلي وبيراميدز. معانا واحد زملكاوي واتنين أهلاوية، وهنشارككم توقعاتنا وآرائنا في الماتش. احنا مش محللين كبار ولا هنخش في تفاصيل تكتيكية. احنا هنا عشان نتكلم زي أي حد بيحب الكورة، كلام كورة على راحتنا. طب تمام. خلينا نبدا النهارده يا جماعه نقول ان الاهلي فريق رايح في داهيه مبدئيا. انا شايف كده، بتكلم بجد. لا انا لسه لا. يعني الاهلي معودنا عادي انه ممكن يقع في اول الدوري وبعد كده معود كبير. معودنا انت زملكاوي. زملكاوي يا جماعه، معودنا كناس مصريين انا راجل زملكاوي. تمام. ماشي. بيراميدز خسر الماتش اللي فات، ماشي. حلو. بيراميدز راح في والأهلي داهيه، بيراميدز قدم- راح في داهيه مبدئيا بتعمل يعني الماتش راح في داهيه. لا بس الماتشات دي بتفرق عادي. بس انت عارف ان الاهلي في الماتشات الكبيره بيبقى غير الماتشات الثانيه. بالظبط عشان كده بيفرق. ماشي تمام. يعني انت أنا معترف بتكلم- بحاجة أنا زي يا كده؟ جماعه في حاجه ما تقريبا ما حدش يعرفها، ان ريبيرو لعب 7 ماتشات رسميه مع الاهلي، تمام، ما كسبش غير ماتش واحد. راح في داهيه. لا مش راح راح في داهيه، وانا شايف انا من وجهه نظري ان هو ما يستاهلش ان هو يضرب فريق زي الاهلي. هو اي نعم كسب الاهلي قبل كده، بس ما يستاهلش ان هو يضرب الاهلي. مش عارف. هو لا بس لسه- مش لسه لا مش بدري. لسه جاي على كاس عالم. مش لسه ما خدش لسه فرصته. بدري. هو لعب هو 6-7 تمام، بس هو ما كسبش غير ماتش اللي هو تقريبا ماتش اللي في الدوري اللي هو كان اللي فات، مش اللي فات بتاع الغزل اللي قبله. طيب. اللي هو تاني ماتش تمام 4-1 تمام مظبوط بتاع فرق. انا بس بقول لسه انا شايف انه لسه بصراحه عادي جدا لسه. وعادي الاهلي برضو كذا موسم بيبقى واقع في الاول وبيرجع تاني بياخد دوري وبياخد. طيب عشان بس نطلع من النقطه دي، عايزين نتوقع النتيجه بتاعت ماتش الاهلي وبيراميدز، وعايزين برضو نحط تعادل. تشكيله من وجهه نظر كل واحد فينا. تمام. انت كزملكاوي تقول تعادل عادي، بتتمنى الاهلي تخسر، انا عارف. اتمنى ان انتوا الاثنين تتعادلوا. لا انا حاسس ان بيراميدز هيكسب، انت هلاوي بس حاسس الشيبي إن- مطرود، فلا انا بس حاسس لا. ان بيراميدز هيكسب، متاكد؟ حاسس مش طيب بس يعني ما خلينا أتمناش يعني. طيب خلينا قبل ما نتوقع النتيجه، خلينا كل واحد نبدا نحط التشكيله اللي هي شايفها بالنسبه له احسن تشكيله. طيب تمام، انت بره الموضوع ده. هو بره الموضوع عشان ما نعرفش يعني ايه اهلي اصلا. يا رب الاثنين يولعوا. طب تمام، ده هنعمل عليك كاك ان شاء الله، مش هتظهر في الفيديو. طيب. طيب هتبدا انت في مش التشكيله بتاعتك. انا مش عارف ياسر جاهز ولا لا. ياسر ومرعي لا. لا انا مش عارف ياسر جاهز ولا لا، بس ياسر ولا لا. اتمنى يعني ان لا انت تبقى لا قول لي لعيبه اللي هي هتلعب بالعقل هو يعني. لا اللي هتلعب رسميا، يعني عندك ياسر ومرعي مصابين مش هيلعبوا. ما انا ما اعرفش هيكون ماتش جاي وشكري الماتش عقبال مصاب. ما يكون جه هو جاهز ولا لا. طب ابدا بالحارس مصطفى شوبير. هو شوبير كده كده يا جماعه، بصراحه انا مش ماشي. حابب فكره الشناوي دي خالص. طيب خلينا نبدا بحارس من عندنا كمان، برضه اقول لك شوبير. تمام. وعايز على ناحيه اليمين يلعب بصراحه كريم فؤاد، مش ناحيه الشمال، كريم تمام. فؤاد ناحيه اليمين. تمام اتفق معاك، بس انا هختلف في حته بسيطه، ان محمد هاني في الماتش الاخير كان مادي اداء حلو، اي نعم مش احسن حاجه. ثواني معلش، هو محمد هاني ما لعبش ماتش الغزل تقريبا. لا اللي قبل ما غزل محمد. ايوه تمام. كان قد ماتش خرافي، هو اي نعم مش احسن حاجه واداء ما كانش احسن حاجه، بس الماتش ده قدم مستوى حلو، فانا اللي حابب اتطرد فيه. فانا حابب ان انا اشوفه. او عمل كل حاجه، في الماتش، اتطرد واخد انذار وعمل كل حاجه. فانا حابب ان اشوفه حتى لو الشوط الاول في الماتش. تمام. وكريم فؤاد برضو تعرف ان كام واحد هيزعلك لا على انا الرأي عارف ده. انا عارف، بس هو كريم فؤاد في الشمال انا بالنسبه لي شايفه احسن من كوكا، لان شكري مصاب. ممكن. فاهم؟ فانا افضل ان هو يلعب بنفس الخط ده. خلاص يعني تمام. يعني انت كده عارفين الاثنين اللي ورا. انت كريم فؤاد. احنا كده عارفين الاثنين اللي ورا، اللي هو هيبقى داري وجنبه وبيكهام. وبيكهام. تمام. انت تمام. بالنسبه لك كريم فؤاد على اليمين. كريم طيب، فؤاد على على اليمين الشمال وعلى الشمال كوكا. تمام. كوكا كويس على فكره. يبقى انا زيك، بس انا هبدل ما بين الجناحين، الباكين قصدي، انا محمد هاني وكريم فؤاد. تمام. نص الملعب نص الملعب انا بالنسبه لي ديانج ما يخرجش من الملعب يا جماعه. ما بنختلفش عليه، بس لغايه مروان عطيه ما يرجع. لأن لا أنا لا لا لا, بالنسبة لا, لي- لا هو احسن من مروان هو عطية احسن كمان. من مروان عطيه في استخلاص الهجمات، تمام. لكن الكره بتطلع من رجله مش احسن حاجه بصراحه، ما بيعرفش يبني هجمة هو كويس. دريبلر احسن بصراحه. ممكن. فانا بالنسبه لي ديانج. تمام. وطبعا امام عشان راجع خلاص، هو إمام لازم يلعب ماتش زي مش ده. رسمي يلعب لا، ماتش لازم زي ده، يلعب لأن هو ماتش زي ده. ماتش مهم، فمش هيغامر بيه وهو لسه راجع من اصابه. انا حاسس ان هو هيبدا بيه، لان هو انا اتمنى يبدا بس هو انا ما هيبدا اعتقدش بيه. ان هو هيبدا بيه فهو هو ده بالنسبة زملكاوي لي- مش عايز يشوفه في الملعب تاني اصلا بيلعب في الأهلي. الاثنين بخطه الزمالك 2020 زيزو وامام وبن شرقي. لا انا بالنسبه لي يبقى ديانج وامام وبن رمضان، بس بن رمضان يكون مرحل اكتر مع ديانج، فطبعا انت كده عارف ان امام هو اللي هيلعب قدام يعني. طيب قدامهم. انا بالنسبه لي زي ما بدا الماتش اللي فات، بتاع الغزل نفس نص الملعب ديانج وبن رمضان، وقدامهم زيزو. تمام. بس انا حاسس ان زيزو ما بيقدمش حاجه كويس قوي في هو لو لعب كوينج حتة هيبقى 10 دي، لو لا، لعب لا، لا، كوينج لا. هيبقى احلى، بس انت ما عندكش خبرات، وانا شايف تريزيجيه بصراحه مش في الموت، بس ما ينفعش يطلع من الملعب. ما بيعرفش يلعب على اليمين. هو حتى على لا الشمال هو على الشمال طبعا مش عارف يشوط. طبعا مش هتعرف عشان يعرف يشوط. مش هتعرف تبدل جراديشو. بن شرقي على الشمال خرافي. خطير بصراحه. فاهم؟ فانت وبيجز. والدريبلينج بتاعه ملوش حل. ايوه ده حقيقي. فاهم؟ مش حاجاتكم بقى خلاص، ما كان بقى بتاعنا، وان شاء الله اللي عندكم ده يبقى بتاعنا، بس مش دلوقتي يعني. المهم كده فاضل لنا الونجين وراس الحرب.
تمام. انا بالنسبه لي زيزو زي ما قلت لك وبن شرقي تمام، وانا جراديشار. كده انا بافتراض ان امام هيلعب. تمام. انا بالنسبه لي بقى جراديشار، لان انا فعلا بحبش بروفايل محمد شريف. شايف ان جراديشار لعيب مهم قوي يا انا جماعه. جراديشار ده انا من قبل ما محمد شريف يجي انا شايفه اصلا ان هو وسام بيلعب، كنت شايف ان وسام مغطى ان هو يستحق. وسام كان ظالمه من ناحيه ان هو وسام كان رجله في الملعب اكتر منه. بس هو بصراحه يستحق، هو يستحق هو يستحق. وبينزل لو خدت بالك بينزل لا هو لمسته حلوه من قبل نص لاعب الملعب أوروبا يا بيستلم، جماعة. من قبل نص الملعب بيستلم ويبني هجمه وبيعرف يعمل كل حاجه. لا انا بالنسبه هو لي بس عنده عيب، بص عنده عيب الجندي السلوفيني. هو عنده عيب واحد ان هو بيتاخر في الباص. في الباص. لا بس في اوقات بيطلع لك باصات ما تطلعش من لعيب مصري ولا من بالظبط. اي حاجه. وش بصراحة. رجله حلو بصراحه يعني. طيب انت بالتشكيله بتاعتك تتوقع الاهلي يكسب ولا يخسر؟ انا حاسس قلت لك ان الاهلي ممكن معلش، هو يخسر، الماتش فين؟ بس لو امام موجود لا الاهلي ممكن يخلص الماتش ده سكور. الماتش فين؟ سكور الماتش ده فين؟ تقريبا في القاهره. استاد القاهره مش تفرق. تقريبا السويس تقريبا حاجه زي يا كده. ولا تقريبا السويس في القاهره. بيراميدز. قال لك في تصحيحات. تصحيحات ومش عارف ايه والجو ده. استاد السلام يا جماعه، استاد السلام السلام، صح؟ تقريبا. استنى كده. بس انت قلت سكور لو امام هيلعب. لا هو مكتوب في استاد القاهره، بس هو تقريبا في استاد السلام عشان القاهره بيتعمل فيه اصلاحات يعني. تمام. انا بصراحه شايف ان هو اي نعم مش هيلعب الشيبي، بس برضه بيراميدز فرقه تقيله. فانا مش طبيعي. حتى لو لعب طبيعي، بس ده واحد من اللعيبه المهمه فشخ عنده. بالظبط، بس حتى لو لعب امام انا شايف ان هو مش هيعرف يكسب سكور على بيراميدز لا. بالاداء بالذات بالاداء اللي قدمه الماتش اللي فات. انت شفت امام انت هينزل عندك جاهز قوي، انت عندك بس انا لعيبه خايف عليه ان هو يتصاب لو جاهز. انت عندك لعيبه، انت عندك لعيبه زي طاهر وحسين الشحات. انا مش بتمنى ما اشوفهمش تاني في الملعب. حسين بصراحة. بينزل يفكر ان هو عايز يلم ويبقى مارادونا يعني. وبصراحه بيعمل حاجات غريبه، وطاهر برضه بيعمل حاجات اغرب منه. لا على الاقل طاهر مفيد شويه للفرقه يعني. لا لعيب بدني كويس قوي. لا بدني لو بدا بيه الماتش انا حاسه لو نزل بعد الماتش. انا بس عايز اشوفه كمان ان هو فكره ان انت تمام انت بتروح وبتعمل هجمات خطيره وبتاع، بس انت ما بتجيبش جوان ولا بتصنع فرص. بتجيب اجوان تمام انا وكل حاجه، بس انت ما بتجيبش جوان في الاوقات اللي انت محتاج فيها يعني جوان. واحد زي اخوانا الفينا اللي هنجيبه ان شاء الله الموسم الجاي عندنا بعيدا عن ان هو زملكاوي وبتاع، مبين ان هو زملكاوي بيفرح بقى ومش عارف ايه، بس هو هيجي الاهلي ان شاء الله. الفلوس يعني. يعني الفلوس بتغير النفوس، هو ده محتاج منتج مجرب بقى زي ما قلت لك انا زي ما قلت لك يعني بالنتائج الزباله اللي عملوها الفرقتين دول، انا حاسس ان الماتش ده يا يخرج تعادل يا الاهلي ممكن يكسب سكور لو امام موجود. كام النتيجه؟ ضرب بس الزمالك 3-0 الاهلي. ده في حاله الامام لعب. لو في حاله الامام ما لعبش ممكن تبقى 0-0 او 1-1. 0-0 او 1-1 تعادل. هيبقى ماتش وحش. هيبقى ماتش حلو لو واحد. ممكن. طيب انا بتوقع بصراحه اكتر يعني. انا بتوقع ان الاهلي هيكسب 2-0 ده في حاله ان امام عاشور ما لعبش، ولو امام عاشور لعب. توقعت انت المفروض تعادل 2 بعد ما كانت 4. لا انا بتوقع ما تعلي صوتك يا نجم. الماتش ده الاهلي انا شايف ان هو نازل مركز، وخصوصا ان هو لازم يكسب انت توقعت ان انتوا هتكسبوا 4 وتعادلتوا الاثنين. كانت بدايه السيزون يعني يا ريت توقعاتك شبه محمد عدنان. لا كانت بدايه محمد عدنان مالك ملوك المهم يعني 2-0 ده في حاله ان امام ما لعبش. لو امام لعب بنت المايك، لو امام لعب 4-0 ان شاء الله. لا كتير قوي. لا انا شايف ان اتمنى بس كتير يستاهل. لا ولما نقول يا جماعه ان الاهلاويه ما بيفهموش بس والنبي بتصدقونا، بس 4-0 قدام بطل افريقيا. بطل افريقيا ايه؟ بطل انت حاسس ان هو انت كنت فين انت من بطل افريقيا؟ ماليش دعوه بيراميدز بطل افريقيا. ما تقعدش تصب اللي ابن العم بقى انا بطل السوبر الافريقي لسه كاسب. الايه؟ مش دي بطوله تجمعنا وغلبتك فيها؟ السوبر الافريقي. ايوه. ها ما ترد. ايه السوبر الافريقي مش غلبك فيه؟ مش تعرف تقول لي الكونفدراليه بقالك قد ايه غالبني فيه؟ بقالك 3 سنين ولا سنتين؟ سنه الا ما كملناش سنه. سنه الا شهر 9 2024 23 في 24 ما بيفهموش. بس الماتش ده عدى عليك كتير قوي. 9 في 24 لازم يعدي عليك كتير. هو انتوا لو ملاحظين هو حافظ التاريخ عشان الحاجات دي ما بتحصلش كتير. ما بتحصلش وين ما كتير. بتحصلش كتير. ما بتحصلش كتير. انت وقبلها كسبك في الدوري. انت آخر مرة في الدوري 2-1. طبعا انت احسن 9 في مصر. بس انا شايف ان دي التشكيله اللي انا حابب ابدا بيها. انا مش عايز اشوف الشناوي تاني بجد. انا مش حابب اشوف الشناوي تاني خالص لا مع الاهلي. الشناوي على فكره هو اي نعم مش احسن حاجه يا معلم بس المحله ما راحتش بهجمات اصلا يعني. ايوه انا عارف مش احسن حاجه، بس انت فاهم هو محتاج ان هو لا ما احنا لو مشيها معلش لا ما على الاقل لو مش هيقف بعد كده، بس على الاقل يقف ماتشين ياخد الدفعه من جوه. مش في بيراميدز. مش في ماتش بيراميدز. انت شايف ان انت معتمد على شوبير اساسي. انا شوبير يبقى انت ده الحارس يبقى ايوه هو حلو كل حاجه، بس مش خبره زي الشناوي في الماتشات التقيله دي. ما عملش الشناوي اتحط في ماتشات تقيله وما كانش اختبار شويه. لا الشناوي في ماتشات تقيله مصطفى شوبير اتحط في نهائي دوري ابطال 2013. ايوه ماشي دي حاجه حصلت مره بالنسبه ده حدث يعني نهائي دوري ابطال. لا انت في افريقيا 2023 انت واخدها بسببه. مش بسببه قوي بس يعني هو حصلت مره. لا انا بالنسبه لي انا شايف السبب بعد ربنا ان الاهلي ياخد بطوله 23 دي هو شوبير. كام ما حسبتش يا اما اسمه ايه ده. ايوه ضربه جزاء اتحط. طب ما علينا من الفرع. ايوه 42 دوري حرام والجو ده. ايوه
ما علينا. 45 دوري حرام 45 دوري دوري حرام ما قلتش إن هو حرام. ايوه بس رجعت ساعة لما- ده اللي انا كنت شايفه. فلو حد عايز يضيف اي حاجه تانية اكتبوا لنا برضه في الكومنتات التوقعات بتاعتكم والتشكيله بتاعتكم، وشوفوا قيموا التشكيله بتاعتنا وحطوا انتوا عدلوا براحتكم، هو هيعيشوا في الكومنتات مع بعض وهو هيرد عليكم لو في حاجه بتاع هو بيعرف يرد. والبني ادم ده مش هيطلع معانا تاني عشان هو زملكاوي ما بيفهمش في الكوره مبدئيا يعني، في فيديوهات الزمالك. ده لو طلع. لو لا وقت. سلام.